قبل ما اجاوب على السؤال ده خليني اصلا اوضح يعني ايه اعتماد. انا النهارده لما احب افتح مدرسه امريكان لازم اخد ترخيص من وزاره التربيه والتعليم الامريكي، وبما انهم مش فاتحين في مصر لكن باعتين مندوب هو اللي بيدي التراخيص دي، فاحنا عندنا 6 جهات مسؤوله عن ترخيص مدارس الامريكان. اهمهم كوجنيا بتبعت لجنه للمدرسه اللي طالبه الترخيص، كده المدرسه بتخضع لتقييم خارجي مستقل بيكون ليهم شويه معايير حابين يتاكدوا منها، من حيث جوده التعليم، من حيث جوده المناهج، توزيع الدرجات، التحسين المستمر في المناهج، مهارات المدرسين وكفاءتهم وكفاءه الاداره وحاجات تانية كتيره قوي. لو كوجنيا لقت ان المعايير دي موجوده بتدي الاعتماد للمدرسه، وده معناه ان اي ورقه او شهاده خارجه من المدرسه دي كوجنيا معترفه بيها. وبالمناسبه الاعتماد ده بيتجدد كل 5 سنين، يعني كل 5 سنين بيبعتوا اللجنه دي يتاكدوا ان المعايير بتاعتهم ما زالت قائمه ولا في حاجه اتغيرت، وممكن جدا على فكره يلغوا الاعتماد عادي جدا. عشان كده الوزاره بتقول انه مش لازم بعد ما الطالب يتخرج يرجع يوثق تاني من كوجنيا. اذا كانت كوجنيا مديه اعتماد للمدرسه ايه لازمتها ان انا اروح ادفع تاني بالدولار واوثق من عندها؟ ردا بقى على سؤال حضرتك، ماذا لو دخلت ابني مدرسه مش معتمده؟ مدرسه مش معتمده دي يعني مش مدرسه اصلا، يعني هي ملهاش كيان معترف بيه دوليا ولا محليا. هتلاقي مشاكل كبيره جدا في التوثيقات وفي القبول في الجامعات، لان انت كده هتعتبري مش مستوفيه شروط التوثيق ولا مستوفيه شروط القبول بالجامعات، لانهم بيتطلبوا ان المدرسه لازم تكون معتمده. فلازم كل ولي امر يتاكد من اعتماد مدرسه ابنه بنفسه، سواء بقى يتصل بالامد ايست الخط الساخن بتاعهم او يراسلهم او يدخل على ايميل كوجنيا. المهم لازم يتاكد من الاعتماد ويسعى للمدرسه دي في مديريه التربيه والتعليم التابعه ليها عشان يتاكد من ان كل شيء تمام. اي مساعده، اي سؤال، اي استفسار، مسجات الصفحه او الواتساب اللي هيظهر لك على الشاشه.